ما نقدرش نوصف لكم بنة هاد لو بيسكوي غولي فاصون تارت او غو فرامبواز حتى نجربوها وتفهموا قصدي. نخدم لو بيسكوي اللي فيه 4 حبات بيض بحراره المطبخ، رشه ملح، 80 غرام سكر، عطر الفانيليا من عند فاغوم كول، نضربهم حتى يضاعف حجمه ويتغير لونه. نزيد له 100 غرام فرينه على 3 دفعات ونخلط من تحت الفوق غير بالسياسه. نفرغ الخليط في سنيوه تاع الفوق فيها بابيا كويسون ونطيبها على 180 من 8 ل 12 دقيقه، غير يتبدل لونها وتنشف خرجوها مباشره وقلبوها فوق ان بابيي كويسون اللي فيه سكر غلاس. كانت عندي لا كونفيتور تاع البخسيس، عطرتها بعطر الفرامبواز اللي دائما من عند فاغوم كول، عطلها بنه ولونها بزاف هايلين. نشرب لو بسكويت تاعي بالسيرو، راح نخلي لكم مقادير مكتوبه. نحط طبقه تاع لا كونفيتور غو فرامبواز، نزيد طبقه تاع لا كريم ماسكاربون، نخلي لكم تن مقاديرها. نقسم شرائط متساويه في العرض ونبدا نرولي بهذه الطريقه، والشرائط اللي بقات تاني راح نلصقها ساير داير حتى نكمل لا طارت تاعي. كي كملتها كانت بقات لي شويه من لا كريم، زينتها من الفوق وحطيت لها كلكو فروي روج باش نقعدوا في لو تام. تنتكل بارده، صدقوني جات اكثر من رائعه. نتمنى تجربوها، بزاف سهله وناجحه وشابه. ادوت غوسات ان شاء الله. سلام.